الجون اللي قدامك بتاع الزمالك ده مش جون، والهدف ده تسلل. تعالى وانا اقول لك ليه. بعد اي مباراة في الدوري المصري وبالذات مباراة الزمالك ومباراة الاهلي لازم تلاقي جدل كبير، سواء في الاخطاء التحكيمية، سواء في اللعيبة، سواء في اي حاجة. مفيش جمهورين بيتفقوا على حاجة واحدة. ولاحظنا الفترة اللي فاتت اللي كله بيختلف على الاخطاء التحكيمية. ناخد وجهة نظر جمهور الزمالك، وجهة نظر جمهور الاهلي، وجهة نظر خبراء التحكيم. جمهور الاهلي النهارده طلع بعد مباراة الزمالك وسموحة النهارده، قالوا اللي كان فيه طرد لعمر جابر والحكم ما ادالوش غير انذار اصفر. قالوا كمان اللي فيه ضربة جزاء على بنتاي. قالوا اللي فيه لمسة يد على حسام عبد المجيد جوه منطقة الجزاء. قالوا ان الهدف الثاني نادي الزمالك النهارده هدف تسلل. طب خبراء التحكيم النهارده، خبراء التحكيم كابتن عصام عبد الفتاح طلع على قناة ام بي سي النهارده وقال ان الفريقين ما لهمش ضربات جزاء، بس هدف نادي الزمالك الثاني تسلل ومفيش لعيب في المباراة يستحق الطرد. طب نيجي بقى لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك قال النهارده ان الزمالك اساسا ما جاش المباراه، ان سموحه مضيعه اربع خمس تجوان، ان التوفيق كان مع نادي الزمالك النهارده، ان الحظ كان مع نادي الزمالك النهارده، واللي بيفهم يقول ان الهدف الثاني لنادي الزمالك تسلل.